بنتائج روح الاهلي، اي لعيب روح الاهلي. انا بستغيث من الرئيس، ملناش غيرك. نادي الزمالك خلاص بيضيع، احنا مش عايزين الارض، والله يا ريس ما عايزين الارض، احنا بس عايزين مجلس الاداره يمشي. بس النهارده ده عار على الاداره، نادي بقاله اكتر من 100 سنه دي لعبت فيه لعيبه تكسر الجبال، ابدا بحسن شحاته وإيهاب شيكابالا، عيب ورا لعيب عمال يمشي، بنتائج على بزيره. زي يكون في لعيبه في نادي الزمالك مش لاقيين مستحقاتهم، مش لاقيين حد يرد عليهم ولا يعبرهم. اللي بيحصل ده مش قله فلوس، دي قله كرامه، النادي اتحول لخرابه، كل يوم لعيبه بتهرب، كل يوم فضيحه. زي فرقه زي نادي الزمالك في الدوري ممتاز في طابور زي المدارس عشان تستنى قبضها. اكتر جمله بتتقال ده مش ذنب، ذنب الجمهور ولا دول ذنب الاطفال اللي بيحبوا الزمالك؟ بس تيجي تقعد على الكرسي وتاخدوا لهم صورتين ما النادي يولع، يقول لك احنا مش مسؤولين، احنا اخر خط دفاع لنادي الزمالك اللي هو جمهوره، احنا الصوت. انا بتكلم بالنيابه عن ملايين، نادي كل اللعيبه كانت بتحلم تلبس شيرته، دلوقتي كل اللعيبه عايزه تمشي منه. احنا الفتره اللي فيها دي دلوقتي اوحش فتره عدت فيها نادي الزمالك. سياده الرئيس، النادي ده ملك فرد، ده ملك الدوله، ستين الكيان منتخب مصر. انا يمكن اكون طفله بس عندي الجرأه ان اقول كلام ناس كبيره خايفه تقوله، يا اما نقف في ظهر نادي الزمالك. انتوا عايزين الرياضه في مصر تقف، الرياضه شركات وانا ما عنديش اي مشكله، امسك نادي الزمالك اي مؤسسه كبيره، اي شركه ناجحه. بس في الايام اللي جايه دي لعيبه هتمشي ولعيبه هتفسخ عقدها، انت طالما مش مستفيد من نادي الزمالك ولا عرفت تحل، ماسك في الكرسي ليه؟ قول لي بقى ادارات سابقه، ادارات حاليه لا تصلحوا للاداره، حتى الارض عطلنا حجج. انت كمجلس عندك اخطاء كتير جدا. مش فكره زيزو مش خاين، هو مشي بسببك، زيزو هرب زي ما اللعيبه دلوقتي بتهرب، هرب من فوضى والعقود الكدابه. شايف اللي احنا مشوفناهوش بدري، اي لعيب مشي من نادي الزمالك مش خاين، خاين حقيقي هو اللي بيضيع اللعيبه دي. اسمعوا صوت جمهور الزمالك، كل الناس كلها شايف المركب بتغرق، انت الوحيد انك شايف المركب مش بتغرق. الكرة المصرية بتنهار، بص على المنتخبات اللي مش فيها 4-5 لعيبة ممتازين، بص على المنتخب اللي بيلعب النهارده ومحتاج لعيبة، وانت جاي النهارده تلعب لي ماتش في الدوري بشيكابالا، جميدو، يا كابتن حازم امام، عمرو الجنايني، عمرو اديب. مش ده وقت ان كلنا نتكاتف عشان نساعد نادي الزمالك؟ لما احمد حسام ميدو عمل نادي هو وشيكابالا بمنتهى السهوله كبر رعاه، وانت كحجم نادي الزمالك مش عارف تجيب سبونسر ليك؟ خلي صوتنا يوصل للناس دي، لكل واحد بيحب نادي الزمالك. انا قلت كل اللي محتاجه اقوله، ووصلوا الفيديو ده وشيروه لكل الناس. النادي ده بتاع الغلابه والصفه، اوعى تيأس، ما يهمناش اشخاص، هنفضل ورا النادي ده لحد ما ناخد حقنا. سلام.